السلام عليكم. نزلت فيديو امبارح بعد الظهر على صفحتي، ممكن ترجعوا له. قلت فيه ان باريس سان جيرمان هيفوز بالنهائي وهياخد الكاس، والحمد لله تحققت رؤيتي وتوقعي. ودي ما قلتلوش امبارح بس، ده انا قلته من 3 شهور لما القرعة وقعت باريس سان جيرمان مع ليفربول. وطبعا كلنا كنا بنتمنى فوز ليفربول عشان صلاح، وده كان هيساهم في حصوله على الكرة الذهبية. قلت ساعتها القرعة وقعت باريس سان جيرمان مع ليفربول، البطولة ديت شكلها راحة لباريس سان جيرمان. فعلا من 3 شهور قلت الكلام ده. طيب الدرس المستفاد بقى والمهم ان عثمان ديمبلي ساب برشلونة وراح باريس سان جيرمان، ومبابي ساب باريس سان جيرمان وراح ريال مدريد. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، مبابي وريال مدريد يخرجوا من الموسم صفر اليدين، لا ياخدوا الدوري الاسباني ولا كاس اسبانيا ولا بطولة اوروبا. عثمان ديمبلي ياخد الدوري والكاس الفرنسي وياخد بطولة اوروبا مع باريس سان جيرمان. درس المستفاد الثاني، باريس سان جيرمان لما كان مع نيمار وميسي ومبابي كان بيطلع من دور الثمانية ودور ال16 بفريق صغير وشباب. قدر انريكي انه يصنع فريق كله نجوم، ما يعتمدش على نجم او حد. قدر يفوز ببطولة اوروبا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان. وشفنا حاجة عجيبة، بيلعب 2 لعيبة 19 سنة، واحد منهم بيجيب جونين وواحد بيجيب جون. وده درس لكل المدربين ولكل الناس، وده صوتنا انتبح نقوله للناس في مصر. لازم تدوا للشباب فرصة ويلعبوا ونصبر عليهم. الناس عندنا بتقول على ايشو 22 سنة بيقول عليه ناشئ واخد فرصته ويلعب ومستقبل قدامه. 22 سنة، امبارح اللاعبين 2 لعيبة 19 سنة، واحد بيجيب جونين وواحد بيجيب جون. لازم يا جماعة ندي الفرصة للشباب، لازم نجمد قلبنا. حكاية ان احنا نعتمد على النجوم ونشتري النجوم الجاهزة ده ما بيعملش فريق. صدقوني الاهلي في كاس العالم للأندية مش هيعمل حاجة، لان اللعيبة الكتير اللي جايبهم مش هيلحقوا ينسجموا مع بعض، والمدرب لو جوارديولا مش هيقدر يحقق انسجام بينهم في الاسبوعين دول. الاهلي خلاص هيلعب الماتش الاول يوم 15، فاضل له 14 يوم. مستحيل يقدر يحقق انسجام بينهم ويشربوا خطته ويطور منهم في الفترة القليلة دي. طبعا قلنا امبارح على باريس سان جيرمان، النهاردة عندنا بقى نهائي افريقيا وفريق مصري بيمثلنا في النهائي، بيراميدز وصن داونز. طبعا بتمنى من كل قلب ان شاء الله وبتوقع ان بيراميدز هيفوز النهاردة ويشيلوا كاس افريقيا. والناس اللي عندها روح رياضية واخلاق رياضية والناس الطبيعية كلها تتمنى فوز بيراميدز وتدعمه وتشجعه. ويا ريت الناس اللي تقدر تروح الاستاد اللي معاها تذكرتي يروحوا الاستاد ويشجعوا بيراميدز، ونظهر بمظهر حضاري، لان البطولة في ارضنا والنهائي على ارضنا وفريق مصري بيمثلنا. سيبوكم من الناس اللي بتقول كل فريق يمثل نفسه. لما الاهلي بيلعب يقولوا الاهلي بيمثل مصر وكلنا ورا الاهلي والبطولة هتتحسب لمصر ومهمة قومية. انما لما الاهلي ما يكونش طرف يقولوا لا، الفريق بيمثل نفسه وكل فريق بيمثل نفسه. طبعا ده كلام مش عاوز اقول لفظ، لكن لازم نشجع بيراميدز وندعمه ونقف وراه، وان شاء الله بيراميدز هيفوز بالكاس النهارده. امبارح كان اخر مباراة في الدوري والزمالك لعب فاركو. شفنا تألق محمد شحاتة، جاب جون صاروخي وشاط كرة تانية صاروخية جت في العارضة وضربت في ظهر الحارس وما دخلتش. سبحان الله. الصورة اللي قدامكم التعليق دوت كنت انا نشره الفيديو موجود على صفحتي لمحمد شحاتة، وقلت ان هو ملك النص والمستقبل قدامه هيبقى احسن لاعب نص في مصر. محمد شحاتة لو تفتكروا لما جه لعب اول ماتش لعب نص ساعة وخد طرد،
والناس قاعدة تتكلم وتقول لسه صغير ونصبر عليه، وركنوه شوية. أنا قلت اللاعب ده ما يتركنش، اللاعب ده لو لعب وخد فرصته هيبقى أحسن لعيب خط نص في مصر، وتحققت رؤيتي والحمد لله. ودي فرق بين ناس عندها رؤية حتى لو الناس مش عارفاها ولا بتيجي في التلفزيونات والقنوات، وفي ناس تانية ما عندهاش رؤية وبتقول أي كلام ومصدعنا في برامج التوك شو وعلى القنوات. اللي قلته عن محمد شحاتة قلته على سيف فاروق جعفر، امبارح خد رجل المباراة. برضو اللي عاوز يبص في صفحتي موجودة ويجيب الفيديوهات، قلت الكلام ده. وبرضو عملت فيديو عن سيف فاروق جعفر وقلت ان عايز ياخد فرصته لاعب كبير ولاعب جامد. الزمالك بيروح يدور على لعيبة في مستوى سيف فاروق جعفر واقل منه، يروح يجيبها ب20 مليون و30 مليون. الولد موجود، ولد من احسن اللعيبة في مصر، لو خد فرصته وخد الثقة والمدربين اعتمدت عليه هيبقى حاجة كبيرة ومش هيقل عن محمد شحاتة. وده اللي حصل لما شفنا أيمن الرمادي اعتمد عليه في 3 مباريات اللي لعبهم. شفنا ازاي امبارح كان مستواه عامل ايه. الناس اللي فاهمة كورة لو تفتكروا مباراة المريخ السوداني مع الزمالك اللي كانت تحصيل حاصل، والزمالك كان خرج بها من دور المجموعات في أفريقيا من 3 سنين. سيف فاروق جعفر عمل مباراة عالمية، هو وأحمد بالحاج اللي الزمالك جابه من أسوان 6 شهور ومشاه. وبرضه يومها قلت الزمالك خسارة يمشي اللعيب ده، اللعيب ده لعيب رائع، وشفناه تألق في الفرق اللي راح بعد الزمالك. ولو الزمالك عايز يجيبه دلوقتي هيدفع فيه 40 و50 مليون. فيا ريت ندوا الفرصة للولاد ونعتمد عليهم، وهنلاقي منهم إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع، وبالتوفيق لبيراميدز النهارده، والسلام عليكم.